السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكون صحتكم بألف خير. وصفة اليوم هي دجاج محمر طايب زبدة وطري ما شاء الله. رافقته بالرز ورافقته بالبطاطا المقلية كما راكم تشوفوا البنات، جا ما شاء الله وطري وأحسن من تاع المحلات. في إناء كبير راح نجيبو ملعقة كبيرة من الثوم، حوالي 4 فصوص، ملعقتين من الزيت، ملعقة صغيرة من توابل الدجاج، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، علبة ياغورت طبيعي، ملعقة صغيرة من الطماطم المصبرة، وملعقة صغيرة من الزبدة. ونخلط جميع المكونات جيدا حتى تصبح قوام تاعها كريمي كما راكم تشوفوا البنات. هذه الدغميرة رائعة جدا، صدقوني جربوها في جميع وصفاتكم تاع الدجاج او اي حاجة تدخل للفور وفيها الدجاج ولا اللحم، راح تجيكم بنينة ما شاء الله. هنا درت مغرفة صغيرة تاع زعفران. جبت الدجاجة تاعي بعد ما نقيتها وخليتها تتنقع في وسط الماء مع الملح والخل، خليتها ليلة كاملة، وغدوة من ذاك نحيتها وغسلتها مليح ونشفتها. هنا نجيبو الدغميره تاعنا، راح نديروها في كامل الدجاجه تاعنا، واكدوا لي دخلوها تحت الجلد كما راكم تشوفوا. الطريقه راها واضحه جدا في الفيديو تاعنا. ان شاء الله تستفادوا ويجيكم الدجاج تاعكم حميم من الله. ماذا بينا احنا نديروا الدجاج تاعنا في الدار حاجه نقيه، نعرفوا يعني واش راح نديروا فيه واش راح ما راحش نديرو فيه. دوكا الدجاج تاع برا راه يجي شويه راه يضر، راه بزاف صوالح ماناش عارفين به راهم يخدموه. هنا جبت الخدمي تاعي، خرجت الدجاجه تاعي مليح بعد ما ضفت الملح كما راكم تشوفوا باه يدخل لنا كامل هذاك المكونات، هذيك الدغميره اللي خدمناها داخل الدجاجه باه تجينا طريه وبنينه من الداخل، باه يجي الصدر تاعها يجي يعني طري مش يابس كما مرات نشروها من المحلات. يجينا الصدر تاعها الصدر تاعها يجينا كي شغل ناشف بزاف. هنا بعد ما غليت الروز تاعي بالماء والملح ضفت له الزعتره كما راكم تشوفوا، راني نعمر فيه الداخل في الدجاجه تاعي، ندخلوه مليح يعني باه تزير بلاصه، ومن بعد كي يقعد الدور لنا في الفور ما يطيحناش هذاك الروز تاعنا. هنا جبت خيط وقعدت نحكم في الدجاجه تاعي باه كي ندخلها للفور ما تقعدش تطيح لي من ولا تولي ثقيله. هنا بعد ما دورت كامل الخيط على الدجاجه، هنا نربطها مليح باه كي ندخلها للفور ما تطيحش ما تطيحليش في البلا تاعي. هنا شعلت عليها حوالي 180 درجة بعد ما كنت مسخنه الفور تاعي من قبل حوالي ساعة او اقل من ساعة، 21 دقيقة. راح ندخلوها للفور ونديروها على 180 درجة ونخلوها تدور في غرضها حتى تتحمر وتجينا ما شاء الله. شوفوا لي اللون، شوفوا لي اللمعه ما شاء الله، راها تشهي. الفيديو راه يهدر على روحه. هنايا راني نجرب لكم، شوفوا لي البنات جا طايب زبده، والله البنات صدقوني جا طايب زبده ما شاء الله. راح يجيكم بنين سورتو كي ما تكثرولوش لي زيبيل. شهية طيبة وشهيتكم في الجنة حبيبتي. ان شاء الله استفدتوا من هذا الفيديو، وان شاء الله ماذا بكم ديروا لي جيم وديروا لي متابعة ليصلكم كل جديد. ماذا بكم ما تنسوناش بدعاويكم.